بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل عليكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بألف خير. خلال الأيام اللي جاية القليلة دي في اجتماع مجلس إدارة لنادي الزمالك. الاجتماع ده هيكون لحسم بعض الملفات المهمة يعني داخل نادي الزمالك. أهم ملف هيتم حسمه هو ملف المدير الرياضي لنادي الزمالك، الملف اللي بقاله فترة يمكن نادي الزمالك شغال عليه، وتحديدا الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك راجل شغال عليه بنفسه ومش مستعجل فيه. مش مستعجل فيه ليه؟ لأن هو في تفاصيل بسيطة مهم جدا إن هي تتحسم مع حسام الزناتي. هو الراجل الأقرب، وهو اللي في الوش، وهو اللي نادي الزمالك بيخلص معاه وبيتفاوض معاه عشان نكون واضحين. يعني حسام الزناتي كابتن حسين لبيب قعد معاه واتكلم معاه، وحسام الزناتي نفسه قعد مع يعني الناس في اداره الكوره، وكابتن عبد الناصر محمد بيفهم الامور وبيفهم الدنيا، اتكلموا يعني وفهموا الوضع ماشي عامل ازاي داخل نادي الزمالك. لان العقبه الوحيده العقبه الوحيده اللي لحد دلوقتي مأجله نادي الزمالك ان هو يحسم ملف المدير المرادي هو موضوع الميزانيه بتاعه الفرقه. وحسام الزناتي بالمناسبه انا يمكن جمعني، تواصلت مع حسام الزناتي، اتكلمنا كده من يومين. حد محترم جدا، عنده فكر عالي قوي، وشاطر، وناس مقربين منه كمان. يعني دي مكالمه ضارب بينه وبينه، بس في تفاصيل يعني مش بدون داعي لذكرها. بس في ناس بقى قريبه من حسام الزناتي بتشكر لي فيه جدا فيما يخص الفكر بتاعه. وهو الراجل لما كان موجود حتى في لجنه المسابقات فاهم مش اي حد يعرف يدير مسابقه. الموضوع صعب جدا جدا جدا، ده حتته وشغلته. عشان كده مجلس اداره نادي الزمالك والكابتن حسين لبيب الناس عندهم قناعه كبيره قوي بحسام الزناتي، وقناعه بادهم جاس انه يكون موجود مدير تعاقدات. هم من الاخر كده عايزين الفتره اللي جايه هو شباب هي اللي بتدير الكوره. خدوا بالكم في ناس من نجوم نادي الزمالك يعني زعلانين وشايفين ممكن هم اللي يكونوا موجودين في المنصب ده. يعني على فكره انا بحترم الكلام ده جدا، ان هو برضه الناس دي تعبت في نادي الزمالك وعرقت في نادي الزمالك. يعني ممكن يكونوا هم شايفين هم الاولى في المنصب ده. ايا كان رايي في القصه دي، لازم ولاد نادي الزمالك يكون ليهم دور في اداره الكوره. هات حسام الزناتي مدير الرياضي، ما عنديش اي اعتراض، بس لما يجي حسام الزناتي لازم سيادتك تبقى منسق معاه ان تبقى في حاجه موجوده اسمها لجنه كوره، او لجنه فنيه، او مستشارين فنيين. دي بتضم بقى اربع خمس ناس من نجوم نادي الزمالك بيفهموا كوره، وبيعرفوا يختاروا لعيبه، وبيعرفوا يدوا راي فني، بيعرفوا عينيهم حلوه. ده نقطه مهمه جدا. لان مع احترامي الشديد لاي واحد هيكون موجود في منصب المدير الرياضي ما لعبش كوره وهيعتمد على السكاوتنج والارقام والاحصاءات، الحاجات دي ممتازه وبصوا 10 على 10، بس برضو الراي الفني والعين الفنيه مهمه جدا. هات المدير الرياضي بس يكون في لجنه فنيه، كل ده تحت مظله اداره الكوره وخدمه فريق كره القدم. ده رايي في القصه. يعني برضه ما ينفعش تتجنب ولاد نادي الزمالك، لازم يكونوا موجودين وتاخد رايهم. لان ولاد نادي الزمالك دول برضه جابوا صفقات كويسه. هو اللي جاب زيزو نادي الزمالك هو طارق السيد، احمد فتوح هو طارق السيد، ايمن حفني لو انتوا فاكرين كابتن احمد عبد الحليم. فالناس دي عينيها حلوه وبتعرف تختار. ما نسيبش الموضوع برضه لاي مدير. يعني تجربه جون ليها ايجابيات كتير قوي وليها برضه بعض المشاكل، فلازم نتعلم بشكل عام من التجربه. وولاد نادي الزمالك لازم يكون لهم دور قولا واحدا يعني. فطبعا ملف المدير الرياضي يعني ده هيتم مناقشته في اجتماع المجلس اللي جاي. الحاجه الثانيه باذن الله هي هتكون يعني القيد. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه دي في الاجتماع اللي جاي ده اهم حاجه هيتناقشوا فيها موضوع القضايا عشان يخلصوا موضوع ازمه القيد والاقساط اللي على نادي الزمالك والجدوله اللي على نادي الزمالك. فنادي الزمالك يعني دي نقطه مهمه جدا هتكون في الاجتماع اللي جاي. وبعد كده ملف الرعايه، يعني نادي الزمالك ان شاء الله يعني هيقفل الملف ده بالكامل في الاجتماع اللي جاي. وفي ثلاث رعاه جدد، والراعي القديم في بعض التفاصيل بسيطه. يعني هو ملف الرعايه ده تحديدا بيتم ادارته بشكل كويس، وفي فلوس كويسه داخله فيه، وانا كلمتكم في القصه دي. يعني هو ما فيش ازمه يعني عشان الناس لما شافت التي شيرت بتاع نادي الزمالك ما عليهوش اي اعلانات، فبدات لا هو في بعض التفاصيل البسيطه الخاصه في التعاقدات والتفاوضات، وهاني شكري ماشي في الموضوع ده بشكل كويس جدا.
فيعني ان شاء الله هتسمعوا عن انفراجه كويسه ومميزه في ملف الرعايه بتاع نادي الزمالك، وده هيكون طبعا في اجتماع المجلس القادم. دي جزئيه. طبعا الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، الراجل شغال بشكل قوي جدا في تدريبات نادي الزمالك، بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعالج المشاكل اللي ظهرت في الفريق خلال الفترات اللي فاتت، وتحديدا في الفينش بتاع مهاجمين نادي الزمالك. دي نقطة مهمة جدا، وحصلت معانا السنة اللي فاتت بنفس القصة. كنا السنة اللي فاتت برضو يروح كمان بزيرة ب 10 فرص يضيع ال 10 فرص، يروح عداية الدباغ ب 10 فرص يضيع 9 فرص. كنا في الموال ده قعدنا فيه فترات كبيرة. بس في الناس في نادي الزمالك بيفكروا، بس لسه ما اتخذش قرار في الحتة دي، بيفكروا ان هم يجيبوا مطور اداء. الموضوع ده في حساباتهم وبيفكروا ان هم يجيبوه. بيشوفوا بس الاول الكابتن معتمد جمال والتنسيق في الحته دي، فالاتجاه ان هم يجيبوا مطور، ده مطور الاداء ده عشان يعالج النواقص الفرديه اللي عند اللاعبين في الفينش، وينسق مع الجهاز الطبي موضوع الاصابات. يعني عندنا واحد انا ما اعرفش ايه موقفه بالنسبه لي انا، وبقى غريب جدا، عمرو ناصر. عمرو ناصر مصاب دايما مع وهو في فاركو مفيش اي حاجه، بيلعب زي الفل ما شاء الله عليه. زي محمود جهاد وهو في برضه كان فاركو برضه ماشي زي الفل. احمد ربيع في البنك الاهلي ماشي زي الفل. اللعيبه دي بتيجي عندك وما اعرفش ايه اللي بيحصل لها، بس الحمد لله ربيع موجود وجهاد موجود. انا بتكلم يعني بدي مثال. احمد ربيع عفوا عمرو ناصر الراجل يعني محطوط له برامج تدريبيه، والمشكله ان هو بيتصاب اصابات مختلفه. والنقطه دي الكابتن معتمد جمال هو على فكره مقتنع بعمرو ناصر جدا، ونفسه عمرو ناصر يكون جاهز عشان يكون موجود معاه. عمرو ناصر لو جاهز برضه هو هيفيدك وهيكون موجود مع ناصر منسي وحسام اشرف وعدي الدباغ. على الاقل خلاص بقى هتفضي عدي الدباغ خالص من مركز راس الحربه، وتحط مركز راس الحربه وتحطه في الجناح اليمين، ويبقى عندك بقى قدام ناصر منسي وعدي الدباغ وحسام اشرف. انما عمرو ناصر لغز كبير جدا موضوع اصاباته ده. والغريبه انا بقول لكم ان هي مش غريبه، الحمد لله بتبقى اصابات متفرقه في حته. يعني ايه مش دايما الاصابه في مكان واحد، او مش دايما بتتجدد في مكان واحد. اللي دي كده تبقى مشكله كبيره، بس هي مشكله بيتصاب كتير. هل بقى ده محتاج هل هو بيشتغل على نفسه بره فده بيجيب له اصابات؟ فكل الكلام ده يعني الجهاز الفني هيقعد مع عمرو ناصر والجهاز الطبي يشوفوا ايه الوضع، هو بيحاولوا يجهزوه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. فطبعا ظاهره اهدار الفرص دي شغال عليها معتمد جمال خلال التدريبات اللي فاتت، وهيشتغل عليها على طول، عشان خاطر انت خلاص فرصه ولا فرصتين جولك جبتهم زي الفل زي الفل، خلاص اقفل بقى دنيتك بقى وخلاص. لان عشان بص ما نحرقش جهد كتير في الملعب. دي وجهه نظر الجهاز الفني. يلا اشوفكم على الف خير.